هذه إذاعة إرنا. المستمعات الكريمات والمستمعين الكرام، متابعي إذاعة أرينا حيثما كنتم وحيثما يصلكم بثنا، أهلا ومرحبا بكم في مستهل البرنامج العربي لهذا اليوم الأربعاء 24 من يونيو. كما عودناكم أعزائي المستمعين، نستهل برنامجنا معكم دوما بنشرة للأخبار، وضمن برنامج متابعات الأسبوعي يقدم لكم الزميل أحمد شريف متابعة لتقرير استراتيجي حول أوضاع المنطقة والمنطقة العربية، خاصة في أعقاب جائحة كورونا وحتى نهاية العام. قبل ذلك مستمعي ومستمعاتي الأفاضل، يقدم لكم نشرة للأخبار فيما يلي أبرز عناوينها. إريتريا تفرج عن 35 صيادا يمنيا. مجلس الأمن الدولي يمدد فترة عمل بعثة الأمم المتحدة في الصومال. السلطات الأسترالية تعتزم عزل 6 مناطق في ضواحي مدينة ميلبورن. كانت مستمعي ومستمعات الأفاضل تلكم عناوين النشرة، وإليكم تفاصيلها من إذاعة أرينا. هذه إذاعة إرنا. ذكرت وسائل إعلام يمنية بأن إريتريا أفرجت في 19 من الشهر الجاري عن 35 صيادا يمنيا كانت تحتجزهم منذ مطلع الشهر الجاري. وكانت السلطات اليمنية قد قالت في وقت سابق بأن إريتريا احتجزت 62 صيادا يمنيا من المياه الدولية واقتادتهم إلى البر الإريتري، في نفس الوقت الذي تداولت فيه وسائل إعلام يمنية وعربية عن قيام قوات البحرية اليمنية بالاستيلاء على قارب تابع لقوات خفر السواحل الإريترية حول جزيرة حانش، وأسرت 8 من الجنود الإريتريين فيه. ولم تؤكد مصادر ثالثة صحة الخبر، بينما لم تعلق إريتريا من جانبها على الخبر اليمني. على صعيد آخر، نجحت وزارة الخارجية الإثيوبية في التوسط في إطلاق سراح 3 بحارة أتراك كانوا محتجزين في إريتريا منذ ما يزيد عن 3 أشهر. وكانت وسائل الإعلام التركية قد قالت بأن البحارة ال3 كانوا في طريقهم من جيبوتي إلى بلادهم عندما اعترضتهم قوات خفر السواحل الإريترية واقتادتهم إلى البر الإريتري. وحاولت السفارة التركية من جانبها في أسمرة إطلاق سراحهم دون جدوى، وأن وزارة الخارجية الإريترية رفضت الرد على رسائل الخارجية التركية بخصوص إطلاق سراحهم. وأكدت مصادر دبلوماسية بأن إثيوبيا نجحت في إقناع إريتريا بإطلاق سراح البحارة الأتراك. الجدير بالذكر بأن تركيا وإثيوبيا تتمتعان بعلاقات جيدة، ولتركيا استثمارات في إثيوبيا تصل قيمتها الإجمالية إلى 3 مليارات دولار. أعلن مجلس الأمن الدولي عن تصويته بالإجماع على القرار رقم 2527 لسنة 2020 بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة للصومال حتى 31 من أغسطس المقبل. وأفاد المجلس في بيان نشره عقب جلسة الإحاطة الافتراضية التي عقدت حول الصومال أن المجلس المؤلف من 15 عضوا أقر استمرار ولاية البعثة على النحو المبين في الفقرة 1 من القرار 2158 لسنة 2014. وأشار البيان إلى أن مجلس الأمن طالب الأمين العام للأمم المتحدة أن يطلع المجلس كل 90 يوما بشأن الحالة في الأرض والتقدم في تحقيق المعايير السياسية الرئيسية في الصومال. أوصت السلطات الصحية في أستراليا المواطنين بعدم السفر من وإلى 6 مناطق في ضواحي مدينة ميلبورن بولاية فيكتوريا اعتبارا من الاثنين الماضي، وذلك بعد تصنيفها بؤرا لتفشي فيروس كورونا في البلاد. وقالت وزيرة الصحة الأسترالية جيني ميكاكوس يوم الاثنين الماضي أن أهالي المناطق ال6 قد يواجهون قريبا إعادة فرض الإغلاق الإلزامي والصارم بسبب الوباء. ويأتي ذلك عقب تسجيل 160 حالة إصابة جديدة خلال الأيام الماضية في فيكتوريا بعد أسابيع من تسجيل أعداد جديدة منخفضة. وأجرت الحكومة المحلية بالولاية تخفيف قيود العزل التي كان مقررا أن تبدأ يوم الاثنين لمدة 4 أسابيع أخرى.
ورفعت معظم الولايات الأسترالية يوم الاثنين بعض القيود المفروضة على التجمعات مما سمح لمزيد من الناس بالذهاب إلى المطاعم والمقاهي، ولكن الإبقاء على مسافة التباعد الاجتماعي والالتزام والتقيد بالمعايير الصحية. وتوصي إذاعة إيرينا أفراد الجالية الإريترية في ولاية فيكتوريا الأسترالية بالالتزام الكامل بتعليمات الجهات الصحية المسؤولة بخصوص القيود المفروضة بسبب وباء كورونا، سائلين المولى العلي القدير أن يشمل الجميع بحفظه ورعايته. بهذا الخبر من مدينة ميلبورن في أستراليا نكون وإياكم مستمعاتي الكريمات ومستمعي الكرام قد وصلنا إلى نهاية نشرتنا الإخبارية، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. إذاعة إيرينا، صوت مستقل لإريتريا. إريتريا تفرج عن 35 صيادا يمنيا. مجلس الأمن الدولي يمدد فترة عمل بعثة الأمم المتحدة في الصومال. والسلطات الأسترالية تعتزم عزل 6 مناطق في ضواحي مدينة ميلبورن. استمعتم فيما مضى مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام إلى نشرة للأخبار قدمناها لكم من إذاعة إيرينا. متابعة طيبة أرجوها لكم مع ما تبقى من فقرات برنامجنا. إذاعة إيرينا، صوت مستقل لإريتريا. هذه إذاعة إيرينا الدولية من باريس، وحلقة في برنامج متابعات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان داخل البلاد وخارجها. في هذه الحلقة سيداتي سادتي من برنامج متابعات نقدم لكم الجزء الأول من الموضوع أو الدراسة التي أعدتها جمعية مجموعة التفكير الاستراتيجي، تناولت فيه العالم وجائحة كورونا، السيناريو المتوقع للعالم العربي إلى نهاية ديسمبر 2020. فأهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة. هذه إذاعة إيرينا. مرحبا بكم سيداتي سادتي مرة أخرى في برنامج متابعات. في الدراسة التي أعدتها جمعية مجموعة التفكير الاستراتيجي وقدمت فيه توقعاتها خاصة فيما يتعلق بالسيناريو المتوقع للعالم العربي إلى نهاية 2020، هي دراسة وافية وشاملة ودراسة واسعة وضخمة، وفي محتوياتها جاءت هنالك مقدمة والأسماء التي شاركت في ورشة العمل لمستقبل العالم ما بعد كورونا. أيضا تناولت فيه الملخص التنفيذي والسيناريو المتوقع حتى نهاية 2020، وكذلك تناولت التأثيرات في المجال الاقتصادي العالمي والتأثيرات في المجال الجيوسياسي والتأثيرات في المجال الجيوستراتيجي، ورابعا التأثيرات على المنطقة العربية والإقليم. وكذلك تحدثت في مستوى المنظومات الصحية العربية وفي المستوى الجيوسياسي وفي المستوى الاقتصادي. وكذلك تحدثت عن التحديات والفرص وتوصيات ومبادرات، وقدمت وصفا علميا للجائحة، نشأة الجائحة كوفيد-19 وانتشارها في العالم والجائحة وتأثيراتها المختلفة، وعدد من الدراسات والأوراق القيمة التي حوتها تلك الدراسة. أنا بدوري هنا سادتي لابد أن أتقدم بالشكر الجزيل للمفكر الدكتور حسن سلمان الذي أهداني تلك الدراسة، وقلت تعميما للفائدة نقدم للمستمعين الأعزاء جانبا من تلك الدراسة، وهي تعتبر دراسة متقدمة. وفي المقدمة تقول الدراسة أعزائي المستمعين: لم يشهد العالم مثيلا للتطورات الراهنة منذ تاريخ في ظل الانتشار العالمي السريع لجائحة فيروس كورونا المستجد 19 والوباء المترتب على انتشاره عالميا. وبرغم ما تتخذه الحكومات والدول من إجراءات لمنع انتشار الوباء في الجانب الصحي وكذلك الحد من تبعاته المختلفة خاصة على الاقتصاد العالمي بكل قطاعاته، فإن الأمر ما زال خطيرا وقاب قوسين أو أدنى من الخروج عن السيطرة. إن الانتشار المتدرج والسريع للفيروس من المحلية للعالمية سيعمق التأثير الذي ربما يطال معظم المجالات في بنيتها المادية والوظيفية وتأثيرها في رؤية العالم والتصورات الخاصة بالحياة والوجود والمصير الإنساني. يمر العالم والمجتمعات البشرية المختلفة بلحظات تاريخية فارقة
وهي تواجه جائحة كورونا، مما يجعلها موضوعا قابلا للبحث والتحليل، وتقود هذه الأزمة إلى إعادة النظر في الكثير من المفاهيم، سيما المرتبطة بدور الدولة والمجتمع والأداء الاقتصادي وأساليب أداء العمل والإنتاج، وإعادة صياغة مفهوم العولمة ليناسب ما بعد مرحلة جائحة كورونا التي ستترك العالم بشكل وهيئة وطبيعة مختلفة عما كان عليه من قبل، وسوف تحدد تلك الأزمة مفاهيم جديدة للعالم قبل أن تتركه وترحل. وفي ظل الوتيرة المتسارعة لتفاقم الأزمة عالميا وغياب ملامح الجهوزية لمواجهة الأزمة بشكل آني وفعال، فيصعب حاليا التنبؤ بالاتجاهات المستقبلية عالميا التي تعتمد بشكل كبير على سرعة وقدرة الحكومات والدول لمواجهة انتشار الفيروس وتبعاته على الأصعدة المختلفة، حيث قامت مجموعة التفكير الاستراتيجي ومقرها اسطنبول في تركيا بدورها بدعوة مجموعة من المفكرين والخبراء لورشة عمل امتدت إلى ما يقارب الشهرين، ومن بثق عنها من فرق عمل للعمل على تحليل وتوصيف الجائحة ومسار انتشارها وتأثيراتها المختلفة على عدد من الملفات، مثل الملف الاقتصادي والجيوسياسي والجيوستراتيجي والمنطقة العربية والإقليم والقوى المجتمعية الحية وغيرها. وعملت المجموعة على تحليل الظاهرة والوقوف على السيناريوهات المتوقعة لانتشار الجائحة، حيث اقترحت فرق العمل 3 سيناريوهات مختلفة معتمدة على مدة انتشار واستمرار الوباء. إن احتمالية السيطرة على الفيروس في فترة وجيزة لا تتخطى 6 أشهر قد لا تؤثر بشكل كبير على كثير من الملفات والقضايا في المدى البعيد أو القصير، في حين أن امتداد فترة السيطرة على الفيروس لما يقارب 12 شهرا ربما يؤدي إلى تغييرات كبيرة في المنطقة والعالم والنظام الدولي. أما إذا امتد الأمر إلى ما بعد ذلك فإن العالم مقبل على مرحلة خطيرة ربما يخرج فيها عن السيطرة ونرى نظاما عالميا جديدا. وقد تبنت مجموعة التفكير الاستراتيجي السيناريو المتوسط، السيطرة على الجائحة خلال عام من انتشارها، وتأثيرات ذلك على العديد من الملفات المحلية والإقليمية والدولية. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. وذلك سيداتي سادتي بالارتكاز على مخرجات الحوار بين المفكرين والخبراء المشاركين بورشة العمل، كما تقول الدراسة المتوقعة، أي السيناريو المتوقع للعالم العربي إلى نهاية ديسمبر 2020 من جائحة كورونا. وفي خلاصة الأمر أو الدراسة فإن العالم العربي كما تقول الدراسة والمنطقة والإقليم سيشهد عديدا من المتغيرات، ربما تتزايد الضغوط المالية والاقتصادية والاجتماعية داخل المنطقة، ومع ذلك فإن قوى التغيير السياسي والاجتماعي أمام فرصة لتوحيد جهودها من أجل بناء وحدة وطنية داخل كل قطر، ولتدعيم العمل المشترك العابر للأقطار. وهذا دور الأحزاب السياسية والمجتمع المدني والقوى الشبابية التي يفترض أن تعيد بناء التصورات والمضامين وطرق العمل لتشكل قوة ضغط على السلطات العمومية في مسار الموازنة بين الوطني والعابر للأوطان. والمدخل هو خلق الثروة وتبادل المنافع وتحقيق السيادة، كما أن المنطقة ستكون في مفترق طرق بين استعادة الرضا في المنظومة الجديدة بموقع يشابه الموقع السابق، أو انتهاج سياسات جريئة قوامها الإنتاج وتثمين الموارد الذاتية والتكامل متعدد الأوجه والسيق أمام وإعادة بناء منظومة العمل المشترك وفقا لمقاربة عقلانية تستفيد من ارتباك الأطراف الدولية المؤثرة ومن تقييم تجارب العقود السابقة. كما أن ثمة تداعيات اقتصادية واجتماعية لجائحة كورونا على مختلف مناطق العالم، ولكن وطأة التداعيات على المنطقة العربية قد تكون كبيرة بسبب حالة التبعية التي تعيشها الاقتصاديات العربية للخارج منذ بداية العولمة الاقتصادية الرأسمالية التي انطلقت في عام 1990. كما أن عمق الأثر للفيروس
قد يختصر الزمان والمكان وكثيرا من المحطات بشكل سيعقد عملية التكيف مع متغيراته ومعطياته اليومية، مهددا بإضعاف وتفكك المؤسسات الدولية بشقها الاقتصادي والسياسي وتوزيع القوى والتحالفات الدولية فيها. وإذ تثمن مجموعة التفكير الاستراتيجي جهود الكثير من المؤسسات التي تبحث كيفية مواجهة هذه الجائحة، فإنه يسعدها أن تقدم اجتهادها في هذا التقرير لتستفيد منه جميع المستويات الرسمية والأهلية والقطاع الخاص وقوى المجتمع. كما تتقدم المجموعة بكل الشكر والتقدير لجميع الزملاء المشاركين في ورشة الحوار وفرق العمل ومعدي الأوراق البحثية والمنسقين الفنيين لورشات العمل على مشاركتهم وجهدهم، آملين كما تقول المقدمة أن تزول هذه الجائحة وأن يكون هناك مستقبل أفضل وجديد للعالم والبشرية. هذا ما قدمه الدكتور محمد سالم الراشد، رئيس مجموعة التفكير الاستراتيجي. هذه إذاعة إرنا. عزيزي المستمع، ونقدم عددا من الأسماء المشاركين في ورشة عمل مستقبل العالم بعد كورونا. شارك من تركيا الدكتور أحمد أوصال، وهو رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط أنقرة، وكذلك الدكتور أحمد جاد، برلماني مصري سابق، والدكتور أحمد ذكر الله، مدير وحدة الدراسات الاقتصادية المعهد المصري للدراسات الاستراتيجية، كذلك الدكتور أحمد طعمة، الرئيس السابق للحكومة السورية المؤقتة، وكذلك الدكتور أحمد عطوانة، مدير عام مركز رؤية للتنمية السياسية من فلسطين، والدكتور أسعد سليمان، مدير مركز بغداد للدراسات والاستشارات والإعلام من العراق، والدكتور أشرف الشوبري، مدير مجموعة التفكير الاستراتيجي من مصر، والدكتور أشرف دوابة، أستاذ التمويل والاقتصاد بجامعة صباح الدين، زعيم ورئيس الأكاديمية الأوروبية للتمويل والاقتصاد الإسلامي من مصر، والدكتورة بدرية الراوي، باحثة في العلوم السياسية والقانون الدولي من لبنان، والأستاذ بلال دياب من فريق الإعداد من سوريا، وكذلك الأستاذ توفيق الحميدي، محامي وناشط حقوقي، رئيس منظمة سام للحقوق والحريات من اليمن، والدكتور جمال نصار، أستاذ الفلسفة والمذاهب الفكرية المشارك في جامعة اسطنبول صباح الدين، زعيم من مصر، والدكتور جهاد الأتاسي، مالك ومدير تنفيذ لمؤسسة الاتصالات الحديثة من سوريا، والأستاذ حازم عياد، كاتب ومحلل سياسي مختص بالشؤون العربية وغرب آسيا من الأردن، والدكتور حسن سلمان، أمين أمان التخطيط الاستراتيجي لرابطة علماء إريتريا من إريتريا، والدكتور حسين قطريب، باحث أكاديمي من سوريا، والدكتور خالد شاهين، استشاري الجودة الشاملة والتخطيط الاستراتيجي من مصر، وكذلك الدكتور خضر السوطري، رئيس مجلس تشريع حزب وعد، وعدد من الأساتذة والدكاترة المتخصصين في مجالات علمية مختلفة، حيث بلغ عدد الذين شاركوا في هذه الأوراق البحثية العلمية 41 مفكرا، ثم تلاهم 10 من المشرفين العامين، حيث بلغ العدد الإجمالي 51 باحث وكذلك أكاديمي متخصص في مختلف المجالات. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. أعزائي المستمعين، نأتي الآن إلى الملخص التنفيذي للسيناريو المتوقع للعالم العربي إلى نهاية ديسمبر 2020. تقول الورقة: تعرض مجموعة التفكير الاستراتيجي STG في هذا التقرير تقدير موقف لسيناريو تداعيات جائحة كورونا على العالم العربي في أفق ديسمبر 2020، وقد انطلقت في ذلك من فرضية تفيد باحتمال مرجح لاستيعاب زخم الأزمة في حد أقصاه نهاية عام 2020، أو القدرة على التعايش الواقعي معه وبقاء بعض الارتدادات التي يمكن امتصاصها، أي امتصاص أثرها لاحقا. وتوصل فريق العمل في بناء السيناريو بمنهجية علمية تقوم على: 1. تحديد مجال التركيز الجغرافي لتداعيات كورونا،
2. اعتبار العامل الصحي والعامل الاقتصادي المحركين الرئيسيين لتداعيات الجائحة، واعتبار الزمن العامل الحرج لكليهما، لذلك تم اعتماد خط زمني يحكم مدة كل سيناريو. 3. أنجز فريق العمل استطلاعا للرأي شارك فيه 30 متخصصا وباحثا من دول عربية مختلفة، حيث تم الاسترشاد بنتائجه في رسم توجهات السيناريو المرجح. 4. اعتمدت الدراسة على استطلاع آراء مجموعة مختارة من المختصين وأصحاب الرأي وفق تقنية المجموعة البؤرية فوكس جروب، بلغ عدد أفرادها 30 مختصا وخبيرا من دول عربية مختلفة. 5. يغطي السيناريو الفترة الزمنية الممتدة إلى نهاية شهر ديسمبر من هذا العام، ونرجح أن تكون البشرية في ذلك الحين قد استطاعت التحكم نهائيا في الجائحة أو وصلت إلى حالة من التعايش الواقعي معها. 6. تعريف المخاطر والفرص الناجمة عن الجائحة. ويعتبر فريق العمل يعتبر أن درجة عدم التيقن واليقين المرتفعة لتوقع التداعيات في مدى أبعد في نهاية السنة الحالية، وفي أحسن الحالات الثلاثي الأول من السنة المقبلة، تجعلنا نكتفي باعتماد سيناريو واحد يتابع تأثيرات الجائحة على المنطقة العربية في المستويات الجيوسياسية والجيوستراتيجية والاقتصادية والصحية والمجتمعية، ويتأكد لدينا هذا المنزع حين نضع هذا الاحتمال في سياق منطقة حجر الدومينو الاقتصادي، وفي ضوء ما توفر من معطيات وبيانات حول الجائحة التي يمكن أن نطمئن لصلابتها وثباتها النسبي. وفيما يخص أهم التأثيرات المتوقعة لجائحة كورونا على العالم العربي، تلخصها الدراسة على النحو التالي. أولا، رغم تباين صيغ تعامل الدول العربية مع الجائحة، فإن منظومات الصحية العربية عموما تأقلمت مع الظرفية الجديدة، ولكن التقرير يرجح أن لا تكون هذه المنظومات قادرة على تحمل فرضية انتكاس الوضع الوبائي وتعرضه لموجة ثانية من الفيروس. 2. يرى الباحثون أن ما حدث بفعل الجائحة هو صدمة اقتصادية مزدوجة وغير اعتيادية، صدمة في الطلب وصدمة في العرض، مما يدفع نحو انخفاض في الاستهلاك وفي الاستثمار وفي التصدير، وفي الوقت نفسه يدفع إلى حصول ارتفاع في البطالة وانخفاض في إنتاجية العمل وفي عائدات رأس المال، وهو ما سيتولد عنه دائرة من الركود والتضخم. وكنتيجة لهذا يتوقع أن تحصل تغييرات في إعادة تموقع الأنشطة الاقتصادية ومراجعة وضع الصين في بنية الاقتصاد العالمي، خاصة بالنسبة إلى القطاعات الاستراتيجية وصناعات الأدوية والاتصالات، وهو ما يفترض بالنسبة إلى الاقتصاديات العربية أن تستعد لهذه التغيرات بمراجعة موقع شركائها في سلسلة النشاطات الاقتصادية المحلية، وإعادة رسم سلسلة النشاط الاقتصادي في مستويات الإنتاج وكذلك التوريد. 3. يتوقع التقرير أن تحدث تغيرات سياسية محدودة حتى نهاية العام الحالي، لكنها تحمل في طياتها بذورا لتشكل تحولات مستقبلية متوسطة وبعيدة المدى. ومن التغيرات المرتقبة تقدم قيادة إدارة النظام الصحي في الدول على حساب الأولويات السياسية، وتحول إدارة الدولة إلى نظام إدارة الأزمات. 4. يستبعد التقرير أن يحدث تغيير سياسي كامل في الأنظمة السياسية في المنطقة العربية في مدى هذه الدراسة، وستسعى الدول إلى استيعاب الصدمة والتأقلم معها من خلال اتخاذ إجراءات صحية واقتصادية وأمنية تضمن استقرارا نسبيا للوضع، وهو ما سيشكل على الأرجح شبكة حماية كافية من الانهيار أو التغيير الشامل في هذه المدة. أعزائي المستمعين، كنتم مع حلقة في برنامج متابعات، وقد تابعتم في هذه الحلقة حلقة جديدة أو موضوعا تناول الدراسة العلمية التي أعدتها مجموعة
جمعية مجموعة التفكير الاستراتيجي، وهي دراسة علمية حديثة عنوانها كان على النحو التالي: العالم وجائحة كورونا، السيناريو المتوقع للعالم العربي إلى نهاية ديسمبر 2020. شارك فيها عدد هائل من البحاثة والعلماء والمفكرين ورجال الفكر ورجال العلم والاقتصاد والطب والإدارة. بدورنا سيداتي سادتي سنتوقف اليوم في هذا الجزء، ولكن نجدد الشكر مرة أخرى للدكتور حسن سلمان المفكر السياسي الذي أهدانا هذه الدراسة. وتعميما للفائدة سادتي، ارتأينا أن نقدم لكم جانبا من تلك الدراسة وليس كلها. سنأتي الأسبوع القادم لنتناول أهم التأثيرات السياسية والاقتصادية وكذلك تأثيرات أخرى. حتى ذلكم الحين سيداتي سادتي، تحية للجمعية العلمية التي قامت بهذه الدراسة. الشكر مجددا للدكتور حسن سلمان، ولكم أعزائي المستمعين وافر الشكر والتقدير على حسن الإصغاء والمتابعة. تقبلوا تحياتي محدثكم أحمد شريف في التقديم، وتحايا زملائي فتحي عثمان وبنيام سمعون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. المستمعات الكريمات والمستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم مجددا. قبل ختام فقرات برنامجنا أقدم لكم موجزا لأهم ما ورد في صدر نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. إريتريا تفرج عن 35 صيادا يمنيا. ذكرت وسائل إعلام يمنية بأن إريتريا أفرجت في 19 من الشهر الجاري عن 35 صيادا كانت تحتجزهم منذ مطلع الشهر الجاري. وكانت السلطات اليمنية قد قالت في وقت سابق بأن إريتريا احتجزت 62 صيادا يمنيا من المياه الإقليمية الدولية واقتادتهم إلى البر الإريتري. مجلس الأمن الدولي يمدد فترة عمل بعثة الأمم المتحدة في الصومال. أعلن مجلس الأمن الدولي عن تصويته بالإجماع على القرار 2527 لسنة 2020 بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى الصومال حتى 31 من أغسطس المقبل. وأشار البيان إلى أن مجلس الأمن طالب الأمين العام للأمم المتحدة أن يطلع المجلس كل 90 يوما بشأن الحالة في الأرض والتقدم نحو تحقيق المعايير السياسية الرئيسية في الصومال. السلطات الأسترالية تعتزم عزل 6 مناطق في ضواحي مدينة ميلبورن. أوصت السلطات الصحية في أستراليا المواطنين بعدم السفر من وإلى 6 مناطق في ضواحي مدينة ميلبورن بولاية فيكتوريا اعتبارا من الاثنين الماضي، وذلك بعد تصنيفها بؤرا لتفشي فيروس كورونا في البلاد. وقالت وزيرة الصحة الأسترالية جيني ميكاكوس يوم الاثنين أن أهالي المناطق ال6 قد يواجهون قريبا إعادة فرض الإغلاق الإلزامي الصارم بسبب الجائحة. وتوصي إذاعة أرينا أفراد الجالية الإريترية في ولاية فيكتوريا الأسترالية بالالتزام الكامل بتعليمات الجهات الصحية المسؤولة بخصوص القيود المفروضة بسبب وباء كورونا، سائلين المولى العلي القدير أن يشمل الجميع بحفظه ورعايته. كان هذا مستمعي ومستمعاتي الأفاضل موجزا لأهم ما ورد في صدر نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، وبه نكون وإياكم قد وصلنا إلى نهاية فقرات برنامجنا. قبل الختام أذكركم دوما بأنكم يمكنكم الكتابة إلينا والتواصل معنا على البريد الإلكتروني arabicarena@gmail.com. وحتى الملتقى بكم مجددا في حلقة من برنامج متابعات الأسبوعي والبرامج الأخرى لإذاعة أرينا. لكم تحياتي زميلي أحمد شريف ومحدثكم فتحي عثمان وزملائي في الاستوديوهات الرئيسية للإذاعة في باريس، ودمتم في رعاية الله وحفظه وأمانه. هذه إذاعة إرينا.